السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا في اسماء في المطبخ. النهارده جاي لكم بفيديو جديد. حطي لايك للفيديو واشتركي معايا في القناة لو اول مرة تشوفيني من كلمة اشتراك الحمراء اللي تحت الفيديو، وكمان فعلي الجرس عشان يجيلك اشعار بكل الفيديوهات اللي انا بنزلها. وحشتوني جدا جدا، بقالي فترة غايبة عنكم بس غصب عني. الفترة اللي جاية دي ان شاء الله يكون فيها فيديوهات كويسة جدا هتعجبكم. واول فيديو بدأنا بيه طبعا فيديو من فيديوهات العيد. عن قبل بس ما نبدأ كده نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. عندنا كبدة، ده نص كيلو من الكبدة ونص كيلو من لحمة الراس. لحمة الراس طبعا احنا عارفين ان هي مش كلها بتكون حمرا قوي، يعني بتكون يعني الى حد ما فيها جزء من الدهون. فعشان هعمل صينية كده حلوة محترمة للعيد، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجة اديت للحمة كده شطفة كويس. وطبعا احنا عارفين ان اللحمة ما بتتغسلش كتير عشان يعني فايدتها ما تروحش وكده. المهم مسكت بقى حله على النار، بعد ما سخنت رحت نازله بقى باللحمه. بعد ما شطفتها نزلت بقى ايه تاخد صدمه كده زي ما انتوا شايفين كده، من غير اي ماده دهنيه ولا اي حاجه خالص. انا بدات انزل كده باللحمه واشوحها. وزي ما احنا عارفين ان زي ما قلت لكم ان اللحمه ايه، جزء منها دهون وجزء ايه لحمه حمراء. المهم بقى ايه، كنت انا محتاجه اسلق اللحمه الاول قبل ما اشوحها مع الكبده، لان احنا عارفين طبعا اللحمه هتاخد تسويه على عكس الكبده اللي مش بتاخد 10 دقايق على النار. الماما بقى جبت ايه طماطمايه وبصلايه وحبهان وورق لوري وفلفل اسود مطحون وحصى، وبدات كمان ان انا اشوحهم مع بعض. وزي ما انتوا شايفين كانت الايه الميه على النار عشان انزل بها على طول على اللحمه. وزي ما قلت لكم يفضل ان احنا نستخدم ميه على النار مغليه، علشان خاطر لو استخدمتوا ميه بارده هتجرمز اللحمه وهتطول في التسويه. هنا ما شاء الله انا زودتها ميه وسبت بقى الغلايه تغلي بميه تاني وايه، وهحطها على النار. تقريبا اخدت معايا ساعة تسوية غالبا يعني. المهم بقى ايه، اثناء ما هي بتستوي قلت اجهز بقى شوية الحاجات اللي هناكلها جنب الصينية المحترمة دي. قلت ايه اول حاجة اعمل طبق سلطة كده حلو. فجبت بقى ايه، طبعا احنا فردين فمش بنعمل يعني سلطة كتير ولا كمية اكل كبيرة. فايه جبت بقى كده طماطمايه خيارايه، اي خضار موجودة عندك في التلاجة يصلح ان انت تعملي بيه سلطة اعملي بيه. وطبعا كل ما هتحبشي السلطه وتكون حلوه كل ما هت ايه يعني دي زي منكهات للاكل كده. طبعا احنا عارفين ان السلطه مفيده جدا للجسم يعني. المهم بقى كان عندي بقى بقدونس وطماطم وخيار، وقلت اعصر بقى كده ليمونه، وكمان ايه يعني هتشوفوا بعد كده ان انا هجيب جزر كده وابشره. المهم بقى ايه، مبدئيا كده كنت خلصت طبق السلطه بتاعي، قلت بس اظبطه كده الملح وسنه كمون كده واركنه على جنب وادخله التلاجة، عشان خاطر ايه انا بحب يعني الاكلات دي بتحب تاكلي السلطه جنبها ساقعه خاصه في الصيف. المهم بقى ايه كده خلصت السلطه، وكنت عامله سلطه الطحينه بس ما كانش عندي طحينه كتير، فالكميه اللي عندي عملتها يعني. فايه حطيتها كده في طبق مفروض زي ما بيقدموها بقى في المطاعم، واديتها كده رشه بقدونس من الوش. وخلاص بقى كده جهزنا ايه السلطه والطحينه. هنا بقى كانت اللحمه اتسلقت معايا بس جوزي راح مطلعها في الطاسه اللي هي الوok اللي المفروض هشتغل فيها. المهم ما علينا مش مهم. هنا بقى كنت المفروض قفلت على اللحمه، كانت استوت ما شاء الله كويس جدا. شايفين بقى شوربتها كانت عامله ازاي، بس احنا بصراحه يعني ايه ما شربناش الشوربه بتاعتها. المهم كان عندي بقى جزر في التلاجة، فقلت بقى ايه خلاص طب انا ابشر جزرايه عشان ايه احطها على السلطه. اهو زي ما انتوا شايفين كده حطيتها بقى على السلطه. وكمان كان عندي بطاطس عملتها بقى بالمكنه عندي شيبسي، وحطيت لها ميه وخل، قلت عشان ايه تقرمش معايا، وركنتها برضو على جنب. هنا بقى رحت جايبه ايه الوok بتاعي اللي انا هبدا اعمل فيه، بس شلت اللحمه من عليه وغسلته وجبته بقى تاني عشان ابدا ايه اجهز الصينيه بتاعتنا. حطيت بقى اللحمه في طبق كده على النار لوحده يعني كده، وبدات جبت الوك على النار ينشف. وجبت كده بصلتين، يعني انا عندي البصل مش كبير ومش صغير قوي، يعني متوسط. فالكميه اللي عندي النهارده نص كيلو من الكبده مع نص كيلو لحمه راس، يعني حوالي كيلو. فايه قلت اجيب بصلتين متوسطين، لو عندك البصل كبير استخدمي واحده بس. هنا بقى كنت شايله حته صغيره من البصلايه البيضه دي، رحت شايلها للسلطه عشان بقى نعمل سلطه بقى ايه مميزه كده زي اللي بناكلها في المطاعم. المهم بقى ايه هنا جبت حطيت كده بشرة بصل كده على الوش كده للسلطه، وجيت اكمل بقى تقطيع البصل بتاعي. هنقطعه بقى قطع صغيره جدا زي ما انتوا شايفين كده اهو. وانا هنا كنت موطيه النار
عشان ايه الوك بتاعتي تنشف عقبال ما اقطع البصل. البصل اهو ما اخدش معانا اي حاجه خالص. وفي اكلات كده معينه انا بحب اقطع فيها البصل بايديا، مش بحب اعمله في الكبه. المهم حطينا بقى سنه زيت كده زي ما انتم شايفين، اضافات جوزي. حطيت بقى كده البصل مع الزيت، وبدات كده ان انا اشوح البصل اللي انا قطعته ده لغايه ما يدبل معايا اهو زي ما انتم شايفين كده. وكنت مطلعه بقى التوم، انا عندي توم مفروم في الفريزر. حابه بقى انت تعملي توم تفصصيه وتفرميه براحتك. انا كان عندي التوم جاهز، فبعد ما دبلت كده البصل بدات كده ان انا انزل بالتوم. طبعا احنا زي ما قلت لكم عندنا الكميه ما شاء الله كويسه، فمحتاجين بقى ايه، الكبده بتحب التوم، فهنحط بقى كده حوالي معلقه كبيره مليانه من التوم المفروم اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا المعلقه دي مش مليانه عشان هو متلج فايه، فانا زودت كده فيما يعادل معلقه كويسه مليانه. بدات بقى كده ان انا اشوح البصل مع الثوم اهو زي ما انتم شايفين كده. وطبعا عايزه اقول لكم برضو على حاجه تخص الصينيه دي. الكبده يا جماعه ما بتتغسلش، الكبده ما بتتغسلش، لانها لما بتتغسل او بتشم الميه يعني كل الفايده اللي موجوده في الكبده بتنزل مع الميه اللي انت ايه بتغسليها فيها، فالكبده ما بتتغسلش. المهم بقى كده هنا ايه، شوحت كده البصل مع الثوم، وبعد ما حسيت ان هو دبل معايا كان عندي بقى حتتين كده سمين شويه كده مع مطلعاهم من لحمه الراس بعد ما قطعناهم، فرحت ايه منزلاهم كده يتشوحوا مع البصل، ينزلوا بقى كده اللي فيهم. المهم بقى رحت نازله بالكبده هنا. طبعا الكبده بلاش تقلبي فيها كتير، يعني ايه يعني تسيبيها فرديها كده، واول ما تحس انها غيرت لونها ابداي ايه نططيها كده بالووك عشان خاطر ايه ما تتهريش منك اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. انا كل اللي عايزاه ان انا اخلي الكبده لونها يتغير، انا مش عايزه اسوي الكبده كتير عشان ما تبقاش وحشه معايا وتجرمز وكده وتشد معايا. انا كل اللي عايزاه الكبده دي ما تاخدش على النار اكتر من 10 دقايق. هنا بقى لو تلاحظوا كنا حاطين بقى الطاسه بتاعه الزيت عشان خاطر ايه هنبدا نجهز نحمر الشيبس يعني. هنا بقى كده بصوا لو تلاحظوا الكبده بدأ لونها يتغير. طبعا الكبده دي مشكله يعني كبده وفيها حته قلوب، يعني مش كبده وقلوب بس. لو تلاحظوا بقى كده الكبده اهي لونها اتغير معايا. انا عايزاها زي ما بقول لكم ما تستويش غير يعني بالظبط 7 دقايق على النار اهو كده زي ما انتوا شايفين اهي. بدأت بقى جبت اللحمه بعد ما قطعناها قطع كده متوسطه بنفس حجم الكبده. شايفين بقى زي ما انا بوريكم هنا كده ان الكبده ايه لونها اتغير. هنزل بقى كده بلحمه الراس اللي احنا قطعناها. شايفين بقى الصينيه بتاعتنا ما شاء الله يعني حلوه جدا، دي تكفي 4 افراد 5 افراد. لو بالنسبه لي انا فردين ممكن تقعد معايا يومين. فزي ما بقولك كده بصوا الصينيه دي حلوه جدا. ادي لحمه الراس مع الكبده. نحط بقى التوابل بتاعتنا، سنه ملح، طبعا كمون اساسي وكزبره وسنه شطه كده لو انت حابه ايه تخلي الامور كده مشطشطه شويه اهو كده زي ما انتوا شايفين التوابل بتاعتي اهي. وما تكتريش توابل كتير عشان احنا عايزين نحس بطعم اللحمه والكبده اللي احنا مقطعينها. المهم بقى كانت الشيبسي برضو شغال كده كان خلاص قرب يستوي. وهدي اديني كده هدي تشويحتين بالظبط للصينيه دي. يعني هغطي الصينيه تنزل بس ميتها، وفي الاخر خالص بعد دقيقتين هفتح عليها واحط لها كده معلقه سمنه بلدي في الاخر اثناء التقديم، عشان السمنه بقى تفضل ريحتها موجوده في الكبده وكده. واخر حاجه طبعا هنحطها قبل ما نغطي هي الفلفل، نقطع كده قرنين 3 فلفل رومي على حامي، طبعا اختياري على حسب ايه اللي بياكل. لو بتحب شطه حطي واحد سبايسي كده حلو. هغطيها بقى تنزل ميتها دقيقتين، وهفتح عليها بعد كده احط معلقه السمنه البلدي وخلاص. وانا كان الشيبس زي ما انتم شايفين كده بيتحمر معايا وخلاص كده. بقى تعالوا نشوف الصينيه بتاعتنا بقت عامله ازاي اهو زي ما انتم شايفين. انا هنا كنت انا بس ما صورتلكوش وانا بحط معلقه السمنه بس كده خلاص. حطيت معلقه السمنه وهقفل على الكبده وخلاص بقى يكون الغدا بتاعي جاهز النهارده. زي ما انتم شايفين كده وغرفت بقى طبق كده محترم. عايزه اقول لكم الطبق ده كبير، كبده على لحمه راس، ودي السلطه والشيبسي
والطحينه وسخنت بقى عيش وبس كده. ده كان الغدا بتاع النهارده. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه لو لسه مش مشتركين، واشوف